مساء الخير، ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده شاورمة اللحمة، وده شكلها بعد ما حطيتها في السندوتشات، والفينو ده انا اللي عاملاها، هنزل لكم فيديو بيه. عشان نعمل شاورمة اللحمة نجيب نص كيلو لحمة شرايح، ربع كيلو ليا، التوابل بتاعتها بقى معلقة كبيرة بصل بودر، معلقة كبيرة توم بودر، معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة حبهان، ملح وفلفل اسود، ربع كوباية زيت، نص كوباية خل، معلقة كبيرة مستردة. بنحط التوابل دي مع بعض، ننزل بالزيت وبعدين الخل والمستردة ونقلبهم مع بعض كويس. بعد ما نقلبهم مع بعض كده ننزل عليهم باللحمة متقطعة شرايح رفيعة، يا بتجيبيها انتي وتقطعيها يا بتقولي للجزار يقطعها لك شرايح. بنحطها كده في الخليط دون، ولازم اللحمة تقعد في التتبيلة لمدة يوم كامل او على الاقل 6 ساعات. غطيت بعد ما قلبتها كويس كده واغطيها بستريتش وادخلها التلاجة، انا قعدتها مدة يوم كامل. بعد ما بطلعها من التلاجة بكون انا مجهزة عندي فلفل الوان متقطع شرايح، 2 طماطمة كبيرة متشال منها البذر، بقدونس على كزبرة مغسولة كويس، 2 بصلة كبيرة شرايح. حط طاسة على النار او صينية، حط فيها شوية زيت، بنزل عليهم باللحمة بس بصفيها من الخليط اللي انا حطاه فيه، منزلش باللحمة كلها، بنزل بيها على مراحل علشان ما تنزلش المية بتاعتها. بعد ما نزلت اللحمة كده بكون حاطة طاسة تانية على النار فيها شوية زيت، انزل عليها بالبصل واشوحهم، وانزل بالفلفل الالوان. ده شكل اللحمة بعد ما اتشوحت وشربت المية اللي كانت فيها، صينية كده ناشفة ما بقاش فيها اي حاجة. بنزل عليها بقى بالخضار ده بعد ما شوحته، نقلبهم كويس مع بعض. البقدونس والكزبرة دي اخر حاجة، قبل ما تحطيها في السندوتشات تشيليها من على النار وتحطي فيها البقدونس والكزبرة وتعبي في السندوتشات. انا بعد ما حطيت الخضار كده مع بعضه بحط فحمايه على البوتاجاز تحمى، وبعدين بحطها في نصها على ورقه فويل، بحط عليها معلقه زيت وبغطيها عشان الفحمه دي بتديها طعم حلو. في الاخر اهو بحط البقدونس والكزبره وبعبيها في السندوتش.